أهلا بحضراتكم مرة تانية. لسه معاكم من خلال مباشر من مصر، ومن خلال هذا الحوار نطرح الكثير من التساؤلات عن أهمية والنتائج التي يمكن أن تترتب على استضافة مصر للقمة رقم 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي. من أجل الحديث عن هذا الموضوع وللإجابة عن هذه التساؤلات يسعدنا أن يكون معنا في مباشر من مصر الأستاذ الدكتور هشام البحيري، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بسعادتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. لو حضرتك عايز تبدأ بشكل عام بتعريف سريع جدا عن تاريخ هذه المنظمة لمن لا يعرف الكثير عنها، حضرتك تقول ايه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة قمة مجموعة الثمان هي عبارة عن منظمة اقتصادية للتعاون الاقتصادي تم تأسيسها سنة 1997 بإعلان تم من دولة تركيا في مدينة اسطنبول، على أساس أن يتم مشاركة مجموعة من الدول النامية المتميزة، منها مصر، تركيا، إيران، بنجلاديش، اندونيسيا، ماليزيا ونيجيريا. فمن مصر ونيجيريا من دولة أفريقيا فقط، والباقي من شرق آسيا مع دولة إيران ودولة تركيا. الحقيقة هذا التجمع الاقتصادي في مجموعة من الدول المتميزة. مصر في خلال هذه الدورة تولت رئاسة هذه الدورة ال11 زي ما حضرتك تفضلت، اعتبارا من مايو 2024، مايو الماضي، وستستمر رئاسة مصر لقمة المجموعة الاقتصادية لدول الثمان إلى نهاية عام 2025. الحقيقة هذه التجمع الاقتصادي يعتبر مناسبة مهمة جدا لعرض رؤى مصر وخططها وإنجازاتها، وعشان كده كمان في خلال الفقرة الافتتاحية أو الكلمة الافتتاحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار سيادته أن مصر مستعدة لعرض تجاربها المضيئة في مجال تطوير البنية التحتية، وأيضا مبادرات زي حياة كريمة وتكافل وكرامة على كافة الدول الأعضاء. نعم. فدي فرصة كويسة لشرح ما قامت به الحكومة المصرية خلال ال10 سنوات الماضية، وأيضا شرح الفرص للمستثمرين والجهات المختلفة. ليه الدول دي مهمة؟ لأن لو بصينا لهذا التجمع الاقتصادي هنجد أن يبلغ عدد سكان الدول الثمان ما يزيد عن مليار نسمة، وده معناه ان في سوق واعده للصادرات المصريه والشركات المصريه، وتبادل اقتصادي واعد باذن الله في المستقبل. ايضا الناتج القومي لهذه الدول الثمانيه هو عباره عن 5 تريليون دولار، وده رقم كبير جدا جدا يمكن الاستفاده منه، ومن خلال ترفيع العلاقات والشراكات مع هذه المنظمات او هذه الدول في هذه الحاله هيبقى الوضع الاقتصادي افضل باذن الله. طيب، يعني رغم ان هذه الدول هي دول ناميه لديها مشكلاتها ولديها تحدياتها الاقتصادية وعثراتها الاقتصادية، بالرغم من تفاوت المستويات الاقتصادية من دولة لأخرى، ليسوا جميعا على نفس القدر، يعني كل دولة لها مشكلاتها ولها امتيازاتها زي ما حضرتك تفضلت. نعم. هل هناك فرصة حقيقية، يعني هذه الدول يمكن أن تتكامل؟ هل قراءتنا للمشهد منذ عام 97 ومنذ قيام هذه المنظمة وحتى الآن يبشر بأنه في تعاون حقيقي أو مثمر يمكن أن يبنى عليه المزيد، أم أن هذه الدول في وضع تنافس وليس تكامل؟ تمام. في الحقيقة الدورة المرة دي مصر اختارت لها عنوان ممتاز: الاستثمار في الشباب، وبالتالي ما تتشابه كافة هذه الدول في أنها دول بها عدد سكان من الشباب كبير جدا مقارنة مثلا بأوروبا اللي هي فيها شيخوخة في اللي بقى بيطلق عليها القارة العجوز. وبالتالي احنا بنتكلم عن طالما ان الاستثمار في الشباب بمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وان رؤساء الدول أو الأمس هذا اللقاء تم من خلاله شرح دور وأهمية الشباب، لأن هم غير أن هم عماد المستقبل، هم اللي يقدروا يتقبلوا التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي والرقمنة والحداثة، هم اللي هيقدروا أن هم يقودوا مستقبل الدول الثمان وأيضا كل الدول النامية. لن تقوم الدول إلا على شبابها، وبالتالي العامل المشترك والعامل الحاسم والرئيس في هذا التجمع الاقتصادي هو
ازاي نقدر نستفيد من شباب هذه الدول في إقامة شراكات وعلاقات قوية تؤدي إلى التكامل وليس إلى التنافر، لأن التعاون الاقتصادي هو هدف رئيس، وده اللي تم من خلال سلسلة لقاءات اللي جمعت ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي والرئيس الاندونيسي وايضا الرئيس الايراني. عايز اقول ان الرئيس الايراني هو اول مرة رئيس ايراني يزور مصر من سنة 2011، وبالتالي دي فرصة عظيمة لعمل تكامل اقتصادي وايضا تكامل سياسي في ظل حالة التداعيات والظروف والصراعات الصعبة اللي بتعيشها منطقة الشرق الاوسط. الحقيقة هذه الدول الثمان بيشتركوا جميعا انهم دول اسلامية، وده معناه ان هم بيحاولوا يوصلوا رسالة لصوت مجموعة اقتصادية إسلامية للتأثير على القرار العالمي والقرار الدولي، إن احنا موجودين ونستطيع من خلال شراكات ومزايا تفضيلية وإزالة حواجز فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وغير ذلك أن يتم التكامل والاستفادة من المزايا النسبية التي تمتلكها كل دولة على حدة في عمل قيمة مضافة لمثل هذه الشعوب. طيب، في علم إدارة الأعمال، نعم، كيف نستثمر هذا التكتل أو هذا التجمع والتنسيق الموجود على المستوى القيادي أو على مستوى المؤسسات الرئاسية وعلى مستوى القيادة السياسية لهذه البلاد الأعضاء في المنظمة؟ كيف نستثمر هذا التعاون بالشكل الأمثل؟ في قراءة من حضرتك كمتخصص في إدارة الأعمال للظروف الاقتصادية والإمكانات المتفاوتة جدا من دولة لأخرى، يعني الفوارق بين بنغلاديش وتركيا كبيرة. نعم. ليسوا كل الأعضاء على نفس المستوى، إنما لكل عضو من الأعضاء مميزاته وعثراته أيضا. إزاي نستثمر هذا التكتل بالشكل الأمثل في ضوء المتغيرات الاقتصادية والضغوط الكبيرة اللي حضرتك شايفها في العالم حاليا؟ الحقيقة إلقاء الضوء على دور وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي قبلة الحياة لأي اقتصاد. عندنا تجارب في اندونيسيا وبنجلاديش وماليزيا وسنغافورة كمان، بالرغم انها مش دولة من ضمن الدول الثمان، يمكن الاطلاع على مثل هذه التجارب والاستفادة منها. أيضا التجارب المصرية والرؤية المصرية في الاستفادة من الشباب المصري. حتى الرئيس التركي من خلال لقاء منفرد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا من خلال لقائه وإلقاء كلمته في المؤتمر يوم الخميس، هذا المؤتمر التجمع الاقتصادي المهم، قال إن مصر لديها مبادرات قوية واستفادت من الاستثمار في الشباب، وقالت كمان إن إحنا لابد أن نستفيد من التجارب المصرية والمبادرات المصرية. وفي الحقيقة في أثناء الجلسات التحضيرية جميع وزراء الخارجية للدول الثمان يوم الأربعاء أثنوا على المبادرات المصرية والجهود المصرية المطروحة. مصر من خلال هذه الجلسات طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 مبادرات مهمة جدا. أول حاجة إطلاق مسابقة إلكترونية لجميع الطلاب في مرحلة ما دون الجامعة، مرحلة التعليم ما قبل الجامعي في مجال الهندسة والتكنولوجيا والاتصال، يبقى مسابقة بين الدول، وده شيء جميل جدا. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال تدشين عملية تعاون اقتصادي بين الشباب وبعضها البعض والاستفادة من إنشاء ما يسمى بمراكز الفكر الاقتصادي. الحقيقة الموضوع ده في غاية من الأهمية، عايزين نلقي عليه الضوء. منذ ظهور الإنسان على الأرض حتى أوائل القرن العشرين كان الاقتصاد السائد اسمه الاقتصاد الزراعي. في فترة القرن العشرين كان الاقتصاد السائد هو الاقتصاد الصناعي. أما مع بدايات القرن ال21 اللي احنا بنعيشه، الاقتصاد السائد هو الاقتصاد المعرفي، وبالتالي والرقمي انجاز التعبير. الاقتصاد المعرفي ده جزء من الاقتصاد المعرفي. نعم. فالاقتصاد المعرفي هو الاقتصاد الحديث، هو الاقتصاد الذي يؤدي الى تطوير وتقدم الدول وبناء الدول. فلما يجي مؤتمر زي ده ويتكلم على عمليه شراكات استراتيجيه في مراكز ابحاث اقتصاديه، هيبقى في استفادات كبيره جدا، هيبقى في نقل للنو هاو بين الدول وبعضها البعض، هيبقى في استفاده من التجارب الخاصه بتاعت كل دوله في تطوير علاقات وشراكات وترفيع شراكات اقتصادية هامة بين الدول وبعضها البعض. لما قلت من شوية أن عدد السكان يزيد عن 1 مليار، ده معناه أن في سوق مهم جدا، يعني يمكن لكافة الدول أن تتبادل من خلال مزايا تفضيلية. يعني حضرتك شايف فرص لتعاون أو شراكات ثنائية أو أكثر ضمن هذه المنظمة بحكم هذه السوق الكبيرة؟ بالتأكيد. إزالة كل الحواجز الخاصة بالجمارك وتسهيل عمليات التبادل الاقتصادي واللي قبله التبادل الفكري والمعرفي بين الدول دي، هيبقى فيه قيمة مضافة. اليابانيين علمونا حاجة مهمة جدا، قالوا لنا ان 1+1 بالإدارة ما يساويش 2،
يساوي 4 أو 5. هو ده التعاظم، هي دي القيمة المضافة اللي بتنتج من الشراكات الاستراتيجية اللي بتتم بين الدول دي بعضها البعض. قبل ما نكمل الحوار هنستكمل المحاور. حضرتك ذكرت اولا وثانيا. نعم. ثالثا تدشين شبكه للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي، وحضرتك اشرت الى اهميه هذه النقطه وان لها بعد كبير جدا. رابعا تدشين اجتماعات دوريه لوزراء الصحه بالدول الاعضاء، واستضافه مصر الاجتماع الاول عام 2025 لمناقشه سبل تعظيم الاستفاده من التطبيقات التكنولوجيه والعلميه المتطوره لتطوير هذا القطاع. تمام. في نقطه في غايه من الاهميه ايضا، هي البحث عن حلول اقتصاديه خارج الصندوق. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيطلق المبادره بتاعته قال لابد من البحث عن حلول اقتصاديه ورفع صوت مصر، ان مصر بتتقدم بنبره هادئه للاستفاده من الحلول السياسيه من خلال ما يسمى بالاستدامه الاقتصاديه. ان مصر عايزه تعرض نبره دبلوماسيه، نبره هادئه لايجاد حلول في منطقه الشرق الاوسط والصراعات. لا يخفى علينا ان المشاكل الخاصه بالشرق الاوسط بتاثر على اقتصاديات كل الدول في المنطقه، وخاصه احنا كمصر عندنا مشكله كبيره جدا في قناه السويس وفي العائد الاقتصادي من قناه السويس، وبالتالي محاوله انهاء الصراعات في هذه الفتره اللي بتمر هذا يتفق مع ما اشار اليه زعماء الدول المشاركه في هذه المنظمه وهذه القمه. التزام الجميع بتعزيز السلام والتنميه المستدامه والعمل المشترك لبناء مستقبل اكثر استدامه وشموليه. يعني بمعنى اخر ايضا محاوله السعي نحو حلول للازمات المحيطه والتهدئه في المنطقه. مهم جدا، وعشان كده تم استضافه الرئيس محمود عباس الرئيس الفلسطيني على هامش هذه القمه علشان يعرض وجهه نظره فيما يتعلق بمحاوله انهاء الحرب واقامه دوله فلسطينيه مستقله. وده جميل جدا، ان بالرغم ان هذا تعاون اقتصادي اللي على هامش هذا تم القاء الضوء على مشكله غزه ومشكله سوريا، وبالتالي هذه الحوارات السياسيه نعم. لان السياسه والاقتصاد وجهان لعمله واحده. نعم. مهم جدا ان مصر بتقدم نبره خاصه بالسلام والتنميه. مهم جدا جدا تتحدث عن السلام وتتحدث عن التنميه الاقتصاديه، تتحدث عن مستقبل من خلال تطوير قدرات شبابنا وشباب الدول في الدول الناميه المختلفه، محاوله القاء تجارب الدول وتعظيمها والاستفاده من حلول. دايما عندنا في علم اداره الاعمال بنقول لا يجب ان نبدا من حيث بدا الناس، يجب ان نبدا من حيث انتهى الاخرون. انتهى الاخرون. هي دي النقطه العظيمه اللي احنا بنبحث عنها، ان احنا نستفيد من تجارب ونستفيد من خبرات، تراكم الخبرات وتراكم المعرفة ونقل التكنولوجيا ونقل التحولات الرقمية ونقل كل الأفكار الخاصة بالتطوير الاقتصادي والمناهج الاقتصادية والنجاحات والشراكات في مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارب الاقتصادية الناجحة سواء من مصر أو من الدول الثانية، هيعمل قيمة مضافة كبيرة. يعني هنا حضرتك بتقول إنه في نقطة تميز في الخطاب المصري الموجه إلى الدول الأعضاء في هذه المنظمة أو إلى المجتمع الدولي. نعم. إنها لغة تشمل 3 محاور رئيسية: الأبعاد السياسية والسعي نحو التهدئة وإرساء عام السلام، فضلا عن البعدين الاقتصادي وأيضا التنموي أو الإنتاجي والصناعي. تمام. مصر من الدول اللي اهتمت جدا بموضوع الاستدامة. مصر من خلال مؤتمرات المناخ وكثير من مؤتمرات مصر كانت ضيف رئيس في مجموعة الجي 20، والمرة دي مصر بتستكمل رؤيتها لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة. مصر بتتكلم عن تجارب مهمة جدا خلت الرئيس التركي والرئيس الإيراني، الرئيس الإيراني في حديثه قال إن مصر دولة عظيمة وذات تاريخ عظيم. الرئيس التركي أشار إلى أن تجارب مصر تجارب عظيمة ولابد من الاستفادة. الرئيس الأندونيسي اتكلم على ضرورة تدشين ما يسمى بسلاسل التوريد مؤمنة، لأن طبعا عندنا مشكلة في مسألة تأمين عمليات التوريد حاليا، وقال إن تأمين سلاسل التوريد والإمداد هتسرع من عجلة التصدير والصادرات بين الدول الاقتصادية ده، وده هيبقى ليه مردود كبير جدا من الناحية الاقتصادية على كافة الدول السمان وعلى كافة الدول النامية أيضا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى عدة نقاط وعدة مشكلات وتحديات تواجه الدول النامية وتعرقل عملية التنمية: نقص التمويل، تفاقم الديون، الفجوة التي تتسع كل يوم فيما يتعلق بالأمور الرقمية والمعرفية، وأيضا فيما يتعلق بالرئيس الإيراني أشار إضافة إلى ما أشار إليه الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي. إيران أيضا المساهمة الإيرانية كانت بطرح فكرة لدعم الأفكار المبتكرة لشباب مجموعة الثماني، وما مدى أهمية الاهتمام في الشباب وبالشباب والاستفادة من تجارب الدول المختلفة لاستثمار طاقة الشباب، وحضرتك تفضلت بذكر هذا الأمر، وهو يتفق مع المبادرة اللي أطلقتها مصر أيضا أو مطالبة مصر بهذه البرامج
البرامج المشتركة اللي بتبحث عن الأفضل في العقول، في الهندسة وفي الطب وفي الاقتصاد وفي كل المبادرات التي يمكن أن تقدم من شباب هذه الدول. حضرتك شايف إزاي تقارب الرؤى المطروحة من خلال هذه القمة وكيفية تطبيق أو تحويل كل ما قدم إلى تطبيقات فعلية مؤثرة؟ هو في الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة عمل شراكات استراتيجية مهمة جدا، وقال ان مش ممكن هيتم مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والتحديات اللي بتواجهها هذه الدول الثمان في المنظمة الا من خلال الشراكات وتبادل عمليات الاشتراكات الفكرية والمشروع اقامة مشروعات مشتركة. هي اقامة مشروعات مشتركة دي معناها ان كل دولة من هذه الدول لابد ان تركز على مسألة جذب المزيد من الاستثمارات. مصر خلال الفترة الماضية انفقت الكثير والكثير على إقامة بنية تحتية متميزة. أقمنا عاصمة إدارية، وإحنا شفنا الافتتاح بتاع المؤتمر كان في القصر الرئاسي اللي ناس كتير بيقولوا لماذا هذا الإنفاق؟ هذا الإنفاق لأن دي صورة مصر. هذا الإنفاق الكبير على إنشاء مثل هذه القصور الرئاسية من أجل تعظيم صورة مصر ونقل صورة حضارية متطورة لمصر في الدول الخارجية. أيضا مسألة عمل جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة ده بيتم من خلال إقامة بنية تحتية ولوجستية، وأيضا توفير ما يسمى ببث المعلومات. مصر أقامت مركز كبير في العاصمة الإدارية من فترة بسيطة تم افتتاحه من خلال رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المركز لدعم القرارات وتوفير البيانات والمعلومات ومواجهة البيج داتا اللي هي البيانات الضخمة، علشان لما نتحول لحكومة إلكترونية ونتحول إلى التحول الرقمي لا يمكن اتخاذ أي قرارات بدون معلومات حديثة ومؤمنة. الأمن السيبراني في العالم وتبادل المعلومات بين الدول وبعضها البعض والمعارف محتاج إلى تأمين البيانات والمعلومات بشكل دقيق. أيضا محتاج إلى إنتاج معلومات متخصصة علشان المستثمر سواء من الدول الثمان أو من غير هذه الدول الثمان يحتاج إلى الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن فرص الاستثمار، مناطق الاستثمار، الخرائط الاستثمارية. مصر عرضت ما يشبه الخارطة، خارطة الطريق للاستثمار ما بين الدول الثمان الأعضاء في منظمة الدي دبليو، ودي كانت فرصة مهمة جدا لشرح قدرات مصر وإمكانات مصر والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر. أنا شايف إن شاء الله ان نتائج مثل هذه القمه هيبقى ليه اثار ايجابيه على الاقتصاد المصري واقتصاديات الدول المشاركه في هذه الدوره اللي هي كانت دوره ناجحه جدا تم من خلالها تبادل الاراء والافكار مصر لم يعترض أحدا على المبادرات اللي قدمتها الحكومة المصرية من خلال هذه الدورة، وده شيء عظيم بيشرفنا كشعب مصري. إيه العوامل المشتركة أو التحديات والعثرات أو المشكلات الاقتصادية والتنموية اللي بتواجه هذه الدول المجتمع اللي دايما موجودة في أي دولة نامية مهما كان حجم تعاملاتها، مهما كان حجم ميزانيتها أو قدراتها زادت أم قلت؟ هي عامل مشترك في أي دولة نامية واللي ممكن تبقى نقاط انطلاق مشترك لهذه الدول في وضع خطة لمواجهتها. من أهم المعوقات هي البيروقراطية في الأداء الإداري. بيروقراطية الأداء الإداري والتعقيدات المختلفة سواء في مجال الاستثمار أو في مجال الإجراءات أو الإنشاء مشروعات جديدة أو متابعة أداء المشروعات، دي بتعتبر كلمة مشتركة في مشاكل للدول النامية. التعقيدات الإدارية لابد من حلها. الإدارة الاحترافية للمؤسسات، وعشان كده احنا بننادي دايما ان الشباب وهم بينشئ مشروع صغير ومتوسط مش كفايه ان انا اديله التمويل، ده لازم اديله النو هاو واديله المهارات الاداريه، لازم اهله اداريا علشان يعرف ينجح ويستمر، لازم اعلمه كتير من المهارات الدعم الفني اللي بيبقى مطلوب في المراحل الاولى لاي مشروع، وبالاضافه للدعم الفني لازم دعم تسويقي ودعم اداري ولا دعم لوجستي ودعم فكري في النو هاو لطريقه التصنيع والانتاج. دي نقطه مهمه جدا. الاداره هي كلمه السر، الإدارة هي أم العلوم، الإدارة هي لغة النجاح، وبالتالي لابد من تطوير الأداء الإداري في كافة هذه الدول والإسراع بمجالات أداء العمل الإداري في المؤسسات الحكومية. نحن الآن نطالب بإعادة اختراع الإدارة في المؤسسات الحكومية. الإدارة في المؤسسات الحكومية لابد أن تتحول إلى إدارة حديثة تشبه الإدارة في المشروعات الخاصة، وبالتالي نبعد عن العقم الإداري وعن الإجراءات العقيمة اللي بتبطئ الحركة وبتعطل الحركة. النقطة الثانية المهمة جدا المشتركة بين كافة هذه الدول ان للأسف ما بيتمش دراسة الأسواق دراسة جيدة. في فرق بين بيع ما يمكن إنتاجه وإنتاج ما يمكن بيعه.
يعني ايه الكلام دون؟ يعني المفروض انا لما عايز اشتغل على مستوى دولي يبقى لابد ان انا امارس ما يسمى ببحوث التسويق الدوليه، ان انا لابد ادرس الاسواق في خصائص مشتركه. ايه احتياجات الاسواق اللي ممكن اصدر لها؟ تمام. هو في خصائص مشتركه وفي خصائص مختلفه وفريده. كل دوله من الدول مجموعه الثمانيه او الدول على المستوى العالمي ليها عادات ولها تقاليد ولها نظام في الشراء ومتطلبات في المنتجات. وبالتالي لما بدرس ده وارجع انتج اللي محتاجه السوق العالمي اللي هو بيختلف اختلاف كبير عن السوق المحلي، يبقى احنا هنا عندنا تميز. وعشان كده انا بنادي بانشاء ما يسمى هيئه عليا للتسويق. هيئة عليا في التسويق في مصر الآن بقت ضرورة ملحة من أجل تطوير القدرات الخاصة بالتصدير والتحول من فكر الصادرات إلى فكر التسويق الدولي. في الحقيقة فرق بين الاثنين. لما أنا أقول أنا عندي فائض من المنتجات وأحاول أن أنا أوصله لأي دولة، أحاول يعني أسعى لتصريفه، غير لما أكون دارس دراسة دقيقة للاحتياجات زي ما حضرتك تفضلت، وأرجع أنتج اللي محتاجه السوق فعلا بالمواصفات، بالألوان، بالأشكال، بالأحجام، بالسعرات الحرارية اللي بيحتاجها كل سوق، لأن كل دولة ليها نظام. وبالتالي لابد أن توجد مؤسسة تكون مسؤولة عن توفير البيانات والمعلومات للمصنعين وللتجار وفي مجال الخدمات. هذا الدعم مهم جدا لنجاح التسويق الدولي ونجاح المنتجات المصرية في كل الأسواق. نحن نفخر أن مصر الآن في مجال الموالح بقت رقم 1 عالميا، ولكن لا يجب أن نكتفي. لابد أن نطور في مجالات أخرى، سلع صناعية، نطور في سلع غذائية أخرى، نحاول أن احنا نبحث عن فرص لتسويق الأفكار والخدمات، نسوق الخدمات المصرية. احنا لدينا العديد والعديد من الأكفاء يمكن تصدير الفكر المصري والعقول المصرية مع الاستفادة من الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي في إدارة والبحث عن البيانات والمعلومات بشكل سريع ومساعدة متخذ القرارات في مواقع العمل المختلفة. هل يمكن نقل بعض الحلول الاقتصادية اللي ثبت نجاحها من دولة لأخرى في هذه المجموعة رغم الاختلاف في الموازنة، حجم الإنفاق، قوة العملة من دولة لأخرى، تعداد السكان والمشكلات وطبيعتها؟ نعم. هل بالرغم من هذا بعض الحلول الاقتصادية اللي تم إثبات نجاحها سواء في مصر أو في تركيا أو في دولة أخرى من دول هذه المنظمة أو إيران أو غيرها يمكن تناقلها من دولة لأخرى؟ وما هي الشروط المطلوبة حتى تكون عملية التطبيق أو إعادة التطبيق ناجحة ومناسبة للدولة اللي بتستورد هذه العملية وتوظفها لحساباتها أو لحلولها الاقتصادية؟ النقطة حضرتك بتقول عليها دي في غاية من الأهمية. مش معنى ان في تجربه نجحت في دوله زي اندونيسيا انها تنفع تنجح في ماليزيا، ومش شرط ان نجحت في ماليزيا تنفع في نيجيريا، ومش شرط تنجح في نيجيريا تنفع في مصر. كل دوله ليها طبيعه خاصه، وبالتالي ينبغي استيراد الافكار التي تتلائم مع ظروفي مع امكانيات. ده بيتم ازاي يا دكتور؟ بيتم بالدراسات. ما هي دي بقى مراكز الفكر الاقتصادي ومراكز الفكر الاداري ومراكز الابحاث. مراكز الابحاث هي اللي بتقوم بعمليه تحليل القدرات والمزايا النسبيه لكل دوله، وفي بعض التجارب اقدر ان انا امصرها اشتغل زيها، وفي بعض التجارب ما اقدرش. لا يجب استيعاب او استيراد قوالب جاهزه. يعني هيكل تنظيمي ناجح في اليابان مش شرط ينجح في امريكا. احنا عندنا تجربه مهمه جدا اسمها الجيت اللي هي جاست ان تايم برودكشن، الانتاج والتو اللحظه، بالرغم ان نجح في اليابان لم ينجح في امريكا. وبالتالي مش كل التجارب الناجحه تصلح لكل الدول. وبالتالي ينبغي على الدوله المصريه تبني التجارب التي تتلائم مع القدرات المصريه، مع الثقافه المصريه، مع المنتاليتي المصريه، مع قدرات الشباب. ببحث وأدرس وأصل إلى ما يناسب التركيبة السكانية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية هنا، أم أقوم بالتعديل حتى تصبح موائمة أو ملائمة أو كومباتبل مع الحلول المصريه او المجتمع المصري؟ هو في الحقيقه الاثنين مع بعض، الاثنين مهمين جدا. ان انا بدرس واشوف المزايا والعيوب، ثم اعمل لو انا عندي مجموعه من المزايا احاول ان انا استفيد منها وامتنها. يعني ايه امتنها؟ ان انا ازود عليها واحاول ان انا استفيد من مزاياها، واذا كان في نقاط ضعف احاول ان انا اتجنبها. دي نقطه مهمه جدا. وبالتالي يتم انشاء المشروعات وتبني التجارب بناء على الظروف والامكانات الخاصه بالدوله المصريه او كل دوله من دول مجموعة الثمان. وبالتالي مفيش بقى هنا معناها التقليد الكامل لبعض الأفكار والتجارب، لأن كل دولة لها ثقافة.
ولها إمكانات ولها قدرات. نتمنى أن هذا التواصل على مستوى الدول الأعضاء في هذه المنظمة، منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي، أن هذا التعاون يثمر ويحقق المستهدف منه، وأن يكون لنا إن شاء الله ما نتمناه وأكثر، وأن نستفيد ونعظم الاستفادة بنقل الخبرات والتجارب والشراكات مع هذه الدول مجتمعة أو على المستوى الثنائي بيننا وبين أي دولة من الدول الأعضاء. للأسف وقتنا مش هيتسع للمزيد، لكن في ختام هذا الحوار بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في مباشر من مصر. الأستاذ الدكتور هشام البحيري، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا سيادتك. مشاهدينا، بنهاية هذا الحوار بنصل مع حضراتكم لختام هذه الحلقة من حلقات مباشر من مصر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.